شايل هم القوة من السرير والمشي للجيم ومقتنع انك عشان تخس لازم تحسب كل لقمة وتعيش في حرمان؟ الفيديو ده حيغير نظرتك. القومة من السرير والحماس انك تمشي الجيم او حتى تتمشى في الشارع من اصعب الحاجات الزول ممكن يلتزم بها عشان يصل لاهدافه الصحية، زي نقصان الوزن، الرشاقة، بناء العضل، او حتى يحافظ على لياقته وصحة قلبه. الصعوبة دي في الغالب نفسية، المخ بيصور لك انك محتاج مجهود عالي جدا عشان تصل لهدفك، فبتحس انه الموضوع صعب. لكن السؤال مقدار الحركة اللي بيناسبك ده بيتحدد كيف؟ وهل الجيم هو الحل لنا كلنا؟ الشائع انك لو داير تضعف او تبني عضل لازم تحسب السعرات الحرارية، وده بدخلك في دوامة حرمان وحساب مستمر لحد ما تسهج او جسمك يديك اشارات بتاعت نقص مغذيات من فيتامينات ومعادن وغيره. الفكرة في حساب السعرات في مجملة طبعا فكرة صح، لكن التطبيق في الغالب غلط، لأنه قبل ما تحسب لازم تعرف حوجتك ومستوى حركتك. هل حياتك خاملة؟ ناس قام من نومه ولقى كومه، ولا شغلك مكتبي، ولا بتبذل مجهود بدني طول اليوم؟ وبرضه لازم تراعي لعمرك، اسلوب حياتك وظروفك اليومية، بيئتك والمناخ اللي حولك، واخر شيء واهم شيء ادارتك لضغوطك. يعني باختصار عدد السعرات ما هي الشيء الوحيد اللي بيحدد حركتك ونوع رياضتك. تحديد اسلوب حياتك هو اول خطوة عشان تختار مقدار الحركة المناسب لك. لما تختار الشيء اللي بيناسبك هتستمر فيه طبعا بدون إحساس بتاع الضغط. ولو جينا للتوصية العامة، كلنا محتاجين حركة بسيطة يومية زي مهام البيت، المشاوير الصغيرة، أو حتى 20 دقيقة مشي خفيف. وبرضه ما ننسى نركز على جودة الأكل ونوعه أكتر من حساب عدد السعرات. وأهم حاجة نبعد من نمط الحياة الخامل أو السيدنتري لايف ستايل. الخمول خطر كبير على صحتك. الحركة مهمة لأنه الجسم محتاجة عشان عملية الأيض تتم بصورة سليمة. الأيض يعني تحويل الأكل لطاقة يستفيد منها جسمك شغال بنظام دقيق، فعليك الله ساعده بالحركة عشان يشتغل صح.